الحج ليس مجرد رحلة تقاس بالمسافات، بل هو نداء خفي يسكن القلب منذ زمن، ينتظر لحظة الإجابة. هناك حيث تتجه الأرواح قبل الأجساد، تشعر أن الطريق إلى مكة ليس طريقاً جغرافيا، بل عودة إلى الأصل، إلى الطمأنينة الأولى، إلى قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكأن هذا النداء لا يزال يتردد في أعماقك، حتى إذا لبيت شعرت أن قلبك هو الذي وصل قبل قدميك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وحين تقترب من مكة يزداد الشوق حتى يكاد يفيض من صدرك، فكأنك تعرف هذا المكان منذ الأزل. ترى الكعبة فتغيب الكلمات، وتبقى الدموع وحدها لغة اللقاء. هنا فقط تدرك معنى قول النبي الكريم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في تلك اللحظة لا تسأل عن شيء من الدنيا، بل تتمنى أن يطول الوقوف وأن يبقى هذا الشعور ساكناً فيك إلى الأبد. نترككم الآن مع الدكتور الفاضل الشيخ سيف الهادي، فليتفضل مشكوراً مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الرحلة الروحية العميقة التي يستشعر فيها الإنسان قربه من الله سبحانه وتعالى، ويشعر أنه يعيش مع الروح وحدها، أي يتخلى عن لذائذ الجسد ورغائبه وعن الاختلاط الشديد بالناس الذي يولد احتكاكا في المصالح، إنما يعيش مع الله تعالى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بمعنى أنك عندما تكون مع الله عليك أن تتوقف عن كل المشاغل الأخرى، عن كل مصالحك مع الناس، عن كل رغبات نفسك في الدخول مع الآخرين في أي شيء مما يتعلق بتقرير المصالح. هذا ما مستمع. طيب، فإذا نحن لا نريد أن نتكلم اليوم في هذا اللقاء عن أي شيء يتعلق بهذه الفريضة وقيمتها الإيمانية والروحية، إنما نتحدث عن بعض النقاط الضرورية التي نحتاج إليها ونحن في سفرنا. الحج هو ركن من أركان الإسلام، ولا يرتفع بنيان ما لم ترتفع أركانه، ودائما الركن هو الذي يرفع الإنسان ويرفع البنيان ويرفع كل شيء في هذه الحياة. والعرب تجعل الركن مرفوعا، المبتدأ والخبر هما ركنا الجملة وهما مرفوعان. إذا سقط ركن من هذه الأركان فإن البنيان ينهد، فأنتم الآن أديتم جميع الأركان الأخرى وبقي عليكم أن تؤدوا ركن الحج، بهذا يكتمل إيمانكم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لماذا قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين؟ لأن نقصان هذا الركن يعني انهداد البنيان. فإذا علينا جميعا أن نحرص على أن نؤدي هذا الركن أداء تاما، لأنه مرة واحدة في العمر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حج بنفسه مرة واحدة في عمره، ولذلك فعلينا أن نبذل قصارى جهدنا في أن نستكمل كل الاحتياجات الروحية في هذا الحج. ما الذي تفكرون فيه في الحج؟ الذي تفكرون فيه هي اللحظات التي تعيشونها مع الله،
الذكر، التسبيح، الدعاء، هذا جانب ضروري جدا، نسأل الله تعالى أن يعيننا عليه بحيث لا نغفل عنه. فسواء كنت تذكر الله تعالى في أداء المشاعر أو كنت تذكر الله تعالى في خلواتك، لأنه يوم تستنفر فيه الملائكة، الله تعالى يأمر الملائكة أن يعطوا ذلك اليوم قيمة خاصة، فالناس يأتون من كل فج عميق، وأذن في الناس يأتوك بالحج، وأذن في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالناس تأتي لذلك اليوم من أجل أن تذكر الله، لا توجد بينها وبين الآخرين أي مصلحة، هي لا تستجيب لنداء ملك من ملوك الدنيا، ولا لرؤية اقتصادية تقررها الدول، ولا لطمع تجاري يريد أن يدخل فيه، إنما جاء ليذكر الله. فإذا الملائكة تستقبل هذه الوفود، فعلينا أن نحرص عليها. أفضل لحظة تطرح فيها نفسك بين يدي الله تعالى هي يوم عرفة، وعرفة هي ركن الحج، الحج عرفة، من ضمن أركان الحج هي عرفة، إذا سقطت عرفة سقط الحج. لكن ماذا في عرفة؟ عرفة لا بد أن نبذل قصارى جهدنا بحيث نستغل كل دقيقة فيها، هي فقط فترة قصيرة من بعد الزوال إلى غروب الشمس. في ذلك اليوم اطرح نفسك بين يدي الله، واعرض مسلسل حياتك كاملا، استغفر عن كل ما فعلت، عن كل ما جنيت، عن كل ما قلت، ثم اطلب الله تعالى ما ترغب وما تشاء. ذلك اليوم له قيمة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، فلا نفوته لا في الحديث الجانبي ولا في أي شيء من أشغال الدنيا. نعم، قد يرتاح الإنسان أحيانا ويأخذ قسطا من الراحة إن كانت نفسه منهدة ومتعبة، لكن إن كانت نفسه نشيطة وقادرة على أن تستمر في الدعاء والذكر فلا تفوت هذه الفرصة. الأمر الآخر هو الصحبة، أن نحرص على أن تكون الصحبة صحبة طيبة، لأن علاقتنا بالله تعالى تكون من جانبين: العلاقة الروحية الخالصة التي تكون في العبادة المحضة في الصلاة والصيام والحج، والعلاقة بالإحسان إلى الإنسان وإعانته ورسم الابتسامة على وجهه. من الذين أمرنا الله تعالى بالإحسان إليهم هو الصاحب بالجنب: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. من هو الصاحب بالجنب؟ هو رفيقك في السفر، فأنت مطالب أن تحسن إليه. لماذا؟ لأنه منقطع عن أهله، يسير مسافة شاسعة وبعيدة، فأنت احرص على أن تكون متعاونا معه في كل شيء، تبتسم في وجهه، تعينه في لحظاته التي يحتاج فيها إلى إعانة، تفتح معه أحاديث جانبية جيدة من شأنها أن تشعره بقيمته، ولا تصغر أحدا، بمعنى الكل انفتح على الكل حتى يكونوا قريبين منك، لأن هذا هو أهم ما يعبر به الإنسان عن علاقته بالله. فالله تعالى يغفر ما بينك وبينه إذا استغفرت، لكنه لا يغفر ما بينك وبين الإنسان إذا أسأت، حتى يغفر لك ذلك الإنسان نفسه قبل ذلك، أي حتى يسامحك فيما فعلت. فهذه قضية مهمة جدا. فإذا نحرص على أمرين، سواء كان بالنسبة للرجال أو بالنسبة للنساء، أن نستغل كل اللحظات، خاصة الأخوات من النساء ربما لديهن رغبة في الأحاديث الجانبية، وهذا جيد، ولكن احرصنا على أن الأوقات التي فيها لحظات روحية أداء لمنسك أن تكون خالصة لله تعالى، أي تنفردين فيها بينك وبين الله، وخاصة في يوم عرفة كما أكدت لكم ذلك. طيب، ستجدون مجموعة من المشاق، وهذا طبيعي جدا. ربما توفرت لي فرصة أن أذهب مع الإخوة الأكارم في هذه الحملة المباركة عدة مرات، ولكن تحدث أحيانا أشياء خارجة عن إدارتهم، أي تخضع لإدارة الدولة المضيفة، ولديهم قوانين وأنظمة لا بد من الالتزام عليها حتى ينتظم الحج. هذه قد تولد شيئا من الضيق لكم أحيانا،
فلا تلتفتوا إليها، لأنكم مقطوعون عن كل ما يحيط بكم في الحياة، أنتم متصلون بالله. فكل ما تجدونه من الأشياء التي تشعرون أنها ليست، خاصة في أثناء الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، قد تجدون مشقة وعنت أحيانا، قد لا تجدون مكانا تنامون فيه، ربما تنامون في الباص، ربما تنامون على الحجارة، على الرمال، لكن هذا وضع طبيعي جدا. أنتم أمام مليوني حاج ولا يتسع المكان للجميع، ولا بد من وجود مشقة في هذا الجانب. الآن ما الأجر الذي تكسبونه في ذلك اليوم، في يوم مزدلفة؟ هل الأجر أن تجد لحظة تذكر فيها الله، أم الأجر أن تصبر على ما تراه؟ الحقيقة الأجر أن تصبر على ما تراه. يعني قد يقول البعض: سبحان الله، ما حصلنا فرصة نذكر الله أو نرتاح. جيد، لكن حصلت فرصة تصبر فيها على ما أصابك، وصبرك هنا قد يفوق أجر صبرك هناك. فاحرص على أن تعبر في كل لحظة من لحظاتك عن الصبر. إياك أن تخرج منك كلمة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قول الله يسر، الله يلطف، الله يعاون، كما يقول المغاربة، الله يعاون. فهذه الأشياء يعني فيما بعد من الآن تهيئوا لها، وإن شاء الله تعالى ستجدون فيها الراحة، ستجدون فيها الاستقرار، ستجدون فيها الهدوء والطمأنينة. فنسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا الخير والتوفيق والبركة. وهي رحلة روحية كما قلت لكم، لأنها هي رحلة العمر. لم يعد الحج متوفرا الآن كما كان سابقا. الآن الكثير من الناس لا يحصلون على فرصة إلا بعد سنوات طويلة جدا. فاعتبروا أن هذه هي الفرصة التي تؤدون فيها الحج، وقد تؤدونه في سنوات قادمة إن شاء الله تعالى، ولكن بمشقة، لأن الحصول على فرصة أخرى فيها صعوبة جدا. ولذلك دائما ركزوا على أن تكون هذه الفرصة الطيبة الرائعة هي التي تؤدون فيها الفريضة لله سبحانه وتعالى دون نقصان. وستجدون من الإخوة إن شاء الله تعالى في هذه الحملة ما يوفر لكم الأشياء الأخرى، أي كما طلب إبراهيم عليه السلام لأسرته التي أسكنها: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة. طيب، ما الذي يحتاجه الإنسان حتى يقيم الصلاة؟ يحتاج إلى الأمن السياسي، وهو متوفر في المملكة العربية السعودية، أمان الحمد لله، تؤدون الحج بأمان. ويحتاج إلى الأمن الغذائي: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. جيد، هذا متوفر، توفره الدولة وتوفره الحملة إن شاء الله. الأمر الآخر هو الأمان. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فالأمن الغذائي والأمن السياسي موجود. أنت لا عليك سوى أن تتفرغ للعبادة. ما أعرف عندهم شعار الإخوة، ما حافظ أننا تفرغ للعبادة إيش وراحتك علينا. يلا إذن عليكم أن يعني هذا صار ما دعاية الحملة إنما هذا فقط يعني تحفيز لنا جميعا في أن نستغل كل جهودنا في العبادة والذكر إن شاء الله. أيام معدودات، 5 أيام ترى بس، صح أنتم تروحوا مبكرين، لكن الحج 5 أيام تجدون فيه الراحة والهدوء والاستقرار إن شاء الله تعالى. هناك الشيخ عماد إن شاء الله سيطرح عليكم مجموعة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والخير والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء هذه الفريضة وأداء هذا الركن العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.